يا ريت قبل ما نبدأ الملخص بتاعنا النهارده نصلي على النبي ونعمل بقى لايك واشتراك والحاجات الحلوة دي. فيلمنا النهارده بيبدأ في أوكرانيا وبنشوف ريد وهي رايحة المخزن قديم كده، وفي نفس الوقت ده مارتن بيكون بيراقبها. وبيكون مارتن ده شغال في المخابرات الأمريكية وبيبلغهم بكل تحركاتها لحد ما بتوصل ريد العربية فيها راجل وست كانوا مستنيينها، وبيتصدم مارتن إن الست اللي في العربية دي تبقى أولجا مراته. فمارتن بيبلغهم إن ستيف الهدف موجود في العربية بس مش لوحده، بس فجأة بيحصل ضرب نار على ستيف وبيموت في نفس اللحظة. ومارتن بيبلغ إن فيه هجوم من المخابرات الروسية والقناص بيضرب على ريد برضه وبتقع هي كمان. فمارتن على طول بيضرب نار على القناص وبياخد بعضه وبيهرب، وبيخرج واحد تاني من المخابرات الروسية وبيضرب نار على ريد وهي على الأرض. بعدها بيشوف مارتن فبيضرب عليه نار وبيشتبكوا الاتنين في ضرب نار قوي جدا. فمارتن بياخد بعضه وبيتدرب في اتوبيس موجود في المكان وبيضرب نار على القناص وبيموته وبيقع من فوق المبنى. بعدها مارتن بيروح يطمن على اولجا اللي بتتصدم اول ما بتشوفه، لكن مارتن بيقول لها اسكتي خالص وما تتحركيش من مكاني، وبيروح يشوف لو لسه حد موجود في المكان تبع المخابرات الروسية. ومرة واحدة بيطلع واحد وبيضرب نار على مارتن، لكن مارتن بيقدر يفلت منه وبيطلع فوق الاتوبيس عشان يحدد مكانه، وفي الاخر بيلاقيه وبيخلص عليه. وبعد ما بيقتله بيروح ياخد السلاح اللي معاه وبيمشي على طول عشان يطمن على اولجا مراته، لكن بيتضرب عليه نار وبيطلع له واحد من الجيش الروسي وهو ماسك اولجا وبيهدده وبيقول له لو ما اديتنيش الورق اللي فيه المعلومات اللي احنا عاوزينها هخلص على اولجا قدامك. المهم مارتن بيقول له سيبها تمشي وهنتصرف انا وانت مع بعض، وبيفضل يماطل معاه لحد ما القوات تيجي. بس الراجل بيحس بكده فبيقوم جاي ضارب نار على اولجا في جنبها. فمارتن بيرمي السلاح اللي معاه وبيخلع الشنطه وبيرميها له، لكن بيكون معاه مسدس تاني فبيطلعه بسرعه وبيضرب نار عليه. في اللحظه دي مارتن بيفوق وهو كان نايم في عربيه جوه خندق، وبنعرف ان الاحداث دي مر عليها 12 سنه تقريبا، وبياخد المهدئ بتاعه. وفي نفس الوقت بنته بتركب العربيه وبنعرف ان اسمها ليزا. المهم ليزا بتقول له الطريقه اللي المفروض يلعب بيها عشان يقدر يكسب في الحلبه، لكن هو بيرفض وبيقول لها انا هلعب بطريقتي عادي وان شاء الله هكسب، لكن هي بتعارضه وبتقول له انت بالطريقه دي هتخسر، لكن هو برضه بيكون منشف دماغه. المهم بعدها بيديها فلوس عشان تراهن عليه بيهم، وليزا بتدخل المكان وبتراهن على اللي هيلعب ضد مارتن بكل الفلوس اللي معاها. وبيدخل مارتن الحلبه وليزا بتكون بتتفرج عليه من بعيد، وبيبدا الماتش ومارتن بيضرب المصارع اللي معاه في الاول، لكن بعدها الخصم بتاعه بينزل فوق ضرب وبيخليه ما يشوفش قدامه. فبتنزل ليزا جنبه على الحلبه وبتعرفه هيعمل ايه، لكن هو برضه ما بيسمعش كلامها لحد ما بيضربوا المصارع ضربه قويه جدا على دماغه. وليزا بتقول له انسحب عشان انت هتخسر، لكن هو برضه بيرفض وبيفضل يعاند لحد ما بياخد ضربه قويه جدا بتخليه يفقد الوعي. وبعدها بشويه مارتن بيفوق وبيروح لبنته. في الوقت ده بيجي الراجل اللي كان ماسك الرهان وبيديها الفلوس اللي راهنت بيها. فمارتن طبعا بيكون مصدوم وبيقول لها هو انت راهنتي على خسارتي؟ فليزا بتتضايق وبتعرفه ان ما بقاش مركز معاها في اي حاجه بتعملها ولا مركز مع نفسه، وبتسوق وبتمشي. وتاني يوم بيروح يتمرن على ضرب النار هو وبنته، وليزا بتطلب منه ان هم يستقروا في البلد دي ويفتحوا مطعم، لكن مارتن بيرفض وبيعرفها ان هم لازم دايما ينتقلوا من بلد للتانية. بس ليزا بتعارضه وبتقول له انا عاوز ادخل المدرسه عشان ابدا ابص لمستقبلي شويه. فمارتن برضه بيرفض وبيعرفها انه عمل لها كل حاجه ممكن تحتاجها في حياتها، ده غير كل فنون القتال اللي قدر يعلمها لها، وهي عمرها اصلا ما كانت هتتعلمها في اي مدرسه. وكلامهم بيخلص لحد هنا وبيروحوا على البيت، وبيجي الليل ومارتن بيسيب ليزا لوحدها وبيروح الشغل. وزي ما احنا شايفين كده مارتن شغال حارس امن في ديسكو، وبيلاقي اتنين بيتخانقوا على السلم فبيروح يفصل ما بينهم، وواحد منهم بيحاول يضرب مارتن فمارتن بينزل ضرب فيه لحد ما واحد زميله بيجي ويحوشهم وبيقول له انا عاوزك تهدى شويه كده عشان مش عايزين الشرطه تنط علينا كل شويه. وبعدها بتدخل واحده اسمها ساشا وبتقول له انها عارفاه وعاوزه تتكلم معاه، ومارتن بياخد المحفظه بتاعتها من الشنطه وبيعرف كل معلوماتها. وبعدها بيدخل اتنين مسلحين وبيضربوا العامل اللي في المكان، وبنرجع لمارتن اللي بيروح لساشا وبيديها المحفظه بتاعتها وبيقول لها المحفظه دي وقعت وانا بفتش الشنطه بتاعتك. المهم ساشا بتعرفه انه صاحب ابوها الصحفي والاتنين كانوا بيشتغلوا سوا، لكن مارتن بيقول لها شكلك اتلخبطتي ما بينه وبين حد تاني، لكن هو بيكون قلقان كده لما بيعرف انها من اوكرانيا. فساشا بتخرج صوره كده من تليفونها وبتعرفه ان الصوره دي اتلقطت على تليفون ابوها قبل ما يموت، والصوره دي بيكون فيها ستيف واولجا ومارتن. ومارتن بيضحك عليها عشان ستيف كان مفهم بنته انه يشتغل صحفي. وبعدها بيقول لها طب انت عايزه ايه طيب يعني؟ وساشا بتقول له انا جايه هنا عشان عاوز اكمل المهمه اللي ابويا مات فيها من 12 سنه، وبتقول له انا عاوزه مساعدتك عشان نكمل المهمه دي ونجيب الملفات سوا. وفي اللحظه دي مارتن بياخد باله من الاتنين المسلحين وبيقول لها تهرب، وفعلا الاتنين بيضربوا نار على مارتن وساشا، لكن مارتن بياخدها وبيهرب على المطبخ، بس طبعا بيروحوا وراهم عشان يخلصوا عليهم، لكن مارتن بيستخبى وبيطلع عليهم مره
واحده وبيموتهم الاتنين بنفس السلاح بتاعهم، وبيخلص عليهم وبيخرج من المكان بعدها وبيدور على ساشا لكن مش بيلاقيها، فبيرمي السلاح اللي معاه وبيروح عشان يطمن على بنته. ولما بيوصل البيت بيلاقي الباب مفتوح، فبيدخل يتسحب كده وبيمسك مضرب هوكي في ايده وبيدخل على اوضه بنته بس بيلاقيها نايمه عادي. وبعدها بيدخل المطبخ فبيلاقي اتنين مستنيينه، وبنلاقي واحد بيسلم عليه اسمه فوج، وبنعرف ان هو رئيس المخابرات الامريكيه اللي كان بيشتغل معاها قبل كده. والتاني بيعرف نفسه لمارتن وبيقول له انا جون عضو في الجويه الامريكيه. المهم بعدها فوج بيساله عن ساشا، فمارتن بيقول له انا معرفش انت بتتكلم على مين. ففوج بيقول له ساشا البنت اللي كانت عندك في الديسكو النهارده. فمارتن طبعا بيستهبل شويه كده وبيقول له انا شغال في مكان مليان بنات عادي، يعني كل يوم هشوف بنات كتير واكيد معرفش انت بتتكلم على مين. بس فوج بيقاطعه وبيقول له انت مش قد المخابرات الامريكيه. وجون بعدها بيوري له صوره واحد مقتول وبيقول له ان دي نهايه اللي فكر يساعد ساشا قبلك عشان توصل للملفات. وفوق بعدها بيطلب منه ان هو يساعدهم عشان يوصلوا له الملفات دي قبل ما ساشا توصل لها، وبيعرفوه ان هو لو عمل كده هيحموه هو وبنته. وفي الوقت ده ليزا بتكون صحيت وبتدخل لباباها، وباباها بيقول لها تروح تنام لكن هي بتروح تقعد في حضنه. فالراجل بيكمل كلامه وبيقول له على الاقل عشان ايه؟ عشان نعرف مين اللي خلنا يوم العمليه. وبيقول له جون انا هسلمك الراجل ده عشان تاخد حقك منه. لكن فوق برضه بيكمل كلامه وبيقول له يا عم حتى عشان تعرف مين اللي قتل ام بنتك. لكن ليزا بتتكلم في الوقت ده وبتقول له ان امها ماتت في حادثه عربيه عادي يعني. لكن فوق بيضحك وبيقول له انت ازاي كل ده ما قلتلهاش ان امها اتقتلت. وقتها ليزا بتتصدم وبتطلع تجري، فمارتن بيطرد فوق وجون. بس فوق قبل ما بيخرج بيقول له لو في حاجه المفروض تعرفها لي انت عارف هتلاقيني فين. ومارتن بيروح بعدها عشان يطمن على ليزا وبيلاقيها منهارة من العياط، فبيحاول ان هو يهديها وبيقول لها انا اكيد كنت هقولك بس لما تكبري شويه. لكن هي مش مسامحاه وبتقول له انت كدبت عليا. ومارتن بيتاثر جدا وبيقعد لوحده وبيفتكر مراته لما ماتت يوم الحادثه بطلقه في نص دماغها. وتاني يوم على طول بيجهز نفسه بكل الاسلحه اللي معاه وبيطلب من ليزا تلم حاجتها عشان يمشوا من المكان ده. لكن ليزا بترفض طبعا وبتعرفه انها عايزه تعيش هنا. المهم مارتن بيخرج عشان يحط حاجته في العربيه ويكبر دماغه منها، وفي نفس الوقت بيجي واحد من وراه وبيخبطه على دماغه فبيفقد الوعي. وبنشوف بعدها تيا رئيسة المخابرات الروسية وهي بتقتل واحد متعلق قدامها كده، وبعدها بتطلب منهم يدخلوا لها مارتن. وبتقرا الملف بتاع مارتن وبتقول له الملف بتاعك تحفة وبيثبت لي انك كنت عميل سري وجميل جدا. وبتروح تحط السيجارة بتاعتها في بقه فمارتن بيطفها على الارض. لكن وقتها الراجل اللي واقف جنبه بيضربه فبيقول لها ان هو مستغرب من سبب وجوده هنا. فتيا بترد عليه وبتقول له انها عايزة تعرف مكان الملفات. لكن مارتن بيقول لها ملفات ايه انا مش فاهم حاجة. فبتقوم ضربها على ايده بالشاكوش وبتكسر له صوابعه وبتعيد سؤالها تاني وبتقول له مخبي الملفات فين يا مارتن. فهو طبعا بيتعصب عليها وبيقول لها انا اديتها للراجل بتاعكوا يوم الحادثه. فتيا وقتها بتوري له بنته وهي قاعده عندهم وبتقول له انت كده هتفتكر. فبيقول لها ان ساشا هي اللي عارفه مكان الملفات وانه ممكن يتعاون معاها عشان يقدروا يلاقوها. المهم بتتكلم تيا مع الرئيس بتاعها فبيقول لها انا عاوز الملفات وكمان عاوز ساشا. فتيا بتقول لمارتن انها عايزه الملفات وساشا ومش هتفرق عايشه او ميته ومعاك 24 ساعه بس مش اكتر. وبعدها بيرموه في الشارع وبيروح ياخد السلاح بتاعه وبيركب العربيه وبيشوف في المرايه مراته الميته وبتقول له وعدني ان انت هترجعها. وبيتحرك مارتن وبنشوف جون وهو ماشي وراه وبنعرف ان هو بيراقبه. وفي نفس الوقت ده بتروح تيا وبتقعد مع ليزا وبتقول لها هنعمل لك اي حاجه انت عايزاها لحد ما باباك يخلص المهمه بتاعته. وبتجيب لها كرتون وعادي يعني. وبنرجع بعدها لجون وهو بيبلغ فوق بكل التحركات بتاعته. ولما بيخرج من العربيه بيلاقي مارتن حاطط المسدس بتاعه على دماغه وبيقول له مادام قلت لك مش هشتغل معاكو يبقى مش هشتغل معاكو. وبعد كده بنشوف مارتن وهو داخل ديسكو وبيسأل عن واحد اسمه ماكس. المهم بيروح يقابله وبيسأله عن مكان ساشا. لكن ماكس بيقول له ساشا مين يا عم انا ما اعرفش حد بالاسم ده. لكن مارتن بيطلع الكارت بتاعه وبيعرفه انه لقاه في شنطتها. وماكس برضه بيقول له انا ما اعرفش عنها حاجه. فمارتن بيقول له ما تساش انت عارفها كويس. وماكس بيقول له انت طريقتك دي فيها تهديد بالنسبه لي. فبيخرج مارتن المسدس بتاعه بيقول له اه يا عم اعتبره تهديد هات بقى تليفونك كده. فبيديله ماكس التليفون بتاعه. بس في نفس الوقت ده بيضرب جرس الانذار والحرس بييجوا وقتها. ومارتن بيقوم بسرعه وبيضرب الراجل اللي وراه قبل ما يستعمل المسدس. وماكس بيحاول يضرب نار على مارتن لكن مارتن بيطلع المسدس قبله وبيخلص عليه. بعدها بيقلب واحد من الحراس بتاعه على الترابيزه. ولما بيخرج بيلاقي واحد كمان فبيخليه قدامه وبيستعمله كدرع حمايه وبياخد الضرب مكانه وبيخلص على كل اللي موجودين. وبعدها بيخرج من المكان وبيقدر يحدد مكان ساشا بعد ما اخد رقمها من تليفون ماكس. وبيروح لحد اوضتها لكن مش بيلاقيها. بس هي بتظهر فجأة من وراه فبيعين المسدس وبيقول لها ان هو جاي يساعدها وبياخد منها التليفون بتاعها وبيعرفها انه متراقب وبيديها تليفون جديد. وهي بتقول له انا كده كده بجهز نفسي عشان اخلص العمليه دي وانتقم لابويا. ده غير ان هي عرفت كل تفاصيل العمليه من المذكرات بتاعت ابوها وقدرت تعرف ان كل الملفات دي
اتشالها في صندوق جوه بنك، وان هي الوحيده اللي تعرف مكان الصندوق، وكمان حرقت المذكرات اللي قريتها. لكن كل اللي محتاجين يوصلوا له هو الرمز السري، وده اللي كانت ريد اصلا بتسلمه لاولجا من 12 سنه. وبعدها فوق بيروح لجون بيلاقيه متكتف في العربيه، وبيعرف ان مارتن هو اللي عمل فيه كده. ومارتن بعدها بيروح لهاكر وبيخليه يخترق له سيستم المخابرات المركزيه، وبيخليه يجيب له كل الصور اللي اتلقطت بالقمر الصناعي في يوم العمليه، لحد ما بيلاقي صوره لاولجا وهي ميته وفي ايديها ورقه. في الوقت ده ساشا بترن عليه وبتقول له ان في رجاله معاها اسلحه وطالعين له، ومارتن بيحاول ياخد الارقام اللي في الورقه دي لكن مش بيلحق، وبيطلب من الهاكر يطبع له الصوره دي، وبياخده وبيستخبوا. وفوق بيطلع له بالرجاله بتوعه وبيطلب منه انه يخرج، لكن هو بيعرفه انه معاه رهينه. وفوق بيفضل يتكلم معاه وبيحاول يسايسه كده عشان يخرج له، ولما بيلاقيه ساكت ومش بيرد عليه بيروح له، وبيكتشف انه خرج من سلم خفي، وبينزلوا وراه، لكن بيكتشفوا ان اللي تحت ده اصلا هو الهاكر. ومارتن بيكون خلاهم ينزلوا من الباب ده وهو اصلا مستخبي في الدولاب، ولما بينزلوا بيطلع هو ويقفل عليهم الباب. بس مره واحده جون بيحط المسدس على دماغ مارتن وبياخد منه المسدس بتاعه، لكن مارتن بيلف على طول وبيضرب جون وبيوقع المسدس من ايده، والاتنين بيفضلوا يضربوا في بعض وبتحصل بينهم معركه قويه جدا، وبيقدر جون يكتف مارتن. في نفس الوقت ده فوق بيقدر يخرج من المكان اللي مارتن حبسهم فيه، فمارتن بيزق جون وبيقعوا الاتنين من فوق المبنى، وجون بيكون هو اللي ورا مارتن، فجون بيموت ومارتن بيهرب مع ساشا، وبيروحوا الاتنين لمكان مهجور، وبيحاول مارتن يفك الشفره اللي في الورقه عشان يعرف الرمز. في الوقت ده تيا بتبعت له صوره بنته وبتعرفه ان عدى من الوقت 10 ساعات. وقتها مارتن بيتوتر وبيرمي الورقه، وفوق بيوصل له بعد ما عرف مكانه وبيدخل فريقه للمكان. وبعدها بيلاقوا مارتن متهدد من ساشا، لكن ده كان اتفاق بينهم، وساشا بتقول لهم انا هموته لو حد قرب مني. وفوق بيقول لها ان هو مش فارق معاه اصلا، وان هو كان عاوزه عشان يوصل لها هي، لكن ساشا وقتها بتهدده ان هي هتموت نفسها، وبتعرفه ان هي الوحيده اللي عارفه مكان البنك اللي فيه الورق، وبتعد لحد 3، وده طبعا عشان تخليهم ينزلوا الاسلحه بتاعتهم والا هتموت نفسها. فبيسيبوهم يهربوا، وبعدها ساشا وهي مع مارتن في العربيه بتقول له انها مش قادره تثق فيه، لكن مارتن بيقول لها ان مفيش حل غير كده، ان هما الاتنين لازم يثقوا في بعض. وفي نفس الوقت ده فوق بيرجع للهاكر عشان يعرف المعلومات اللي مارتن كان بيدور عليها، والهاكر بيعرفه ان هو كان بيدور على الورقه الصفراء، لكن الارقام كانت في ورقه تانية مرميه على الارض. وبعدها ساشا ومارتن بيروحوا مكان تاني، ومارتن بيرمي اي حاجه ممكن فوق يوصل لهم من خلالها، وفعلا بيروح الفريق وبيعرف ان ده فخ وانهم هربوا من المكان. وبعدها الهاكر بيقدر يحدد مكان ساشا لما بيلاقيها حجزت تذكرتين لاوكرانيا. في نفس الوقت ده بيسرق مارتن جواز سفر وبيديه لساشا عشان تسافر بيه، وبيبعد عنها وبيروح يتكلم مع تيا، وبيعرفها انه محتاج وقت زياده عشان يجيب الملفات، وبيقول لها انه محتاج يسافر اوكرانيا عشان يعرف يجيبها، وبيطلب منها ان هو يكلم بنته. وفعلا تيا بتدي التليفون لليزا، لكن اول ما بيسمع صوتها بتاخده تاني، فليزا بتكون متضايقه وبتقول لها انت مستحيل تكوني عشان تعملي كده، اكيد لو كان عندك اطفال كانوا زمانهم هيكرهوكي. وطبعا تيا بتتاثر جدا وبتعرفها ان باباها كان بيكذب على امها، وان هو كان مفهمها انه صحفي وما كانش بيحبها لحد ما ماتت قدام عينه. المهم مارتن وساشا بيسافروا على اوكرانيا، وفوق بيقول لكل الرجاله بتاعته انهم يراقبوهم اول ما ينزلوا من الطياره، وفعلا بيراقبوهم وبيصوروا كل تحركاتهم. والاتنين بيروحوا على بيت ساشا، وساشا بتكون متاثره جدا عشان ما دخلتش البيت ده من ساعه موت ابوها. وبعد ما بتدخل بتعرف ان الامور عماله تتصاعد بين روسيا واوكرانيا، وان روسيا بدات تستخدم نوع من السموم كده اللي بيسبب هلاوس للناس لحد ما تموت، لكن روسيا بتنكر كل ده وبيقولوا ان في مرض جديد بيحاولوا يسيطروا عليه قبل ما ينتشر بين العالم. ومارتن بيتكلم مع ساشا وبيقول لها ان الملفات دي ليها علاقه بكل مخططات روسيا. في الوقت ده ليزا بتتكلم مع تيا وبتسالها على الطريقه اللي امها ماتت بيها، فتيا بتقول لها ان ابوها هو اللي قتل امها لما كان بيحاول ينقذها، والطلقه جت فيها بالغلط وماتت قدام عينه، ومن يومها وهو بطل يشتغل في المخابرات وعمال ينتقل من بلد للتانية عشان ما يعرفوش يوصلوا له. وبعدها تيا بتاخد ليزا وبتروح على اوكرانيا. وتاني يوم بيروح مارتن وساشا للبنك اللي فيه الخزنه، وبتدخل ساشا وبتعرف مارتن مكان الخزنه عشان يدخل لها، وبيستنوا فوق يجي عشان هو اللي عارف كلمه السر. وفعلا بيوصل فوق وبيأمرهم يدخلوا عند صناديق الودائع، ومارتن بيدخل وبيضرب الحارس وكمان بيضرب جرس الانذار عشان يعطلهم. وبيدخل فوق والست اللي في البنك هما الاتنين بس للخزنه، لكن مارتن بيرفع عليه المسدس وبيخليه هو اللي يفتح له الخزنه، وفعلا فوق بيفتحها له. وساشا بتاخد الشنطه وبتعرف انه فيها عينات من الفيروس اللي روسيا عاوزه تضرب بيه اوكرانيا. المهم الثلاثه بيخرجوا والعينات مع ساشا وبياخدوا فوق معاهم، وده عشان يهددوا الحراس انهم هيموتوه لو حد مشى وراهم. وبعدين وهم في طريقهم فوق بيتكلم مع ساشا وبيقول لها انت ازاي تثقي في واحد زي ده؟ هو انت مش واخده بالك انك بتكرري نفس غلط ابوكي؟ بس قبل ما يخلص كلامه مارتن بيضربه على دماغه وبيفقد الوعي، وبيجروا الاتنين وبيطلعوا فوق المبنى وبينزلوا من سلم تاني، بس رجاله فوق بتجري وراهم وبيضربوا نار عليهم، وبتيجي طلقه في كتف مارتن بس برضه بيهربوا.
بيهربوا وبيروحوا يركبوا العربيه ويجروا بيها، وبتجري الشرطه وراهم وبيدخلوا الاتنين في مطارده، لكن مارتن بيقدر يهرب منهم وبيروح هو وساشا لمكان فاضي، وبيكون مفكر ان ساشا هتعالج الجرح بتاعه، لكن بيتفاجئ ان ساشا بتاخد منه الشنطه وبتهدده بالمسدس، وبتقول له هو انت مفكرني مش عارفه ان انت بتشتغل لصالح روسيا ولا ايه؟ لكن مارتن بيعرفها انهم خاطفين بنته ليزا، وان ابوها كان هيعمل نفس الحاجه لو كان مكانه دلوقتي، لكن ساشا مش بتثق فيه وبتضرب عليه نار وبتاخد العينات وبتهرب. وفي نفس الوقت ده بترن تايا على مارتن وبتساله على مكان الملفات، لكن مارتن بيكذب عليها وبيقول لها ان كل حاجه تمام وكل حاجه معاه. بعدها بتخليه يكلم بنته، وبنته بتعرف من صوته ان هو في حاجه وبتقلق عليه، لكن تايا بتاخد منها التليفون وبتقول له على الميعاد اللي هيتقابلوا فيه، وبيقفل مارتن وبيقعد على جنب كده وبيحاول يوقف النزيف، وبيتصل على فوج وبيعرفه ان بنته اتخطفت من الروس وعاوزين يموتوها، لكن فوج بيساله على الشنطه فبيعرفه ان ساشا هربت بيها، بس هو بيوافق برضه ان هو يساعده، وفي المقابل هو كمان يساعده عشان يجيبوا ساشا ويجيبوا الشنطه. وبيقدر مارتن انه يعرف مكان ساشا، وده من المكان اللي اجروا منه العربيه، وبيتعقب مكانها، وبيقدر يعرف انها دلوقتي في محطه القطر، وبيروح واول ما بيشوفها بيمسكها، لكن بيكتشف انها واحده شبهها، لكن بعد كده بيشوفها واقفه مستنيه القطر فبينزل ويجري وراها، وبعدين بيقدر يمسكها وبيخنقها لحد ما بتفقد الوعي، وبعدها بياخدها معاه في العربيه وبيمشي، وبعدين بيروح على الشقه وبيكتفها وبيحط قدامها الشنطه. وفي نفس اليوم بالليل بيروح مارتن للمكان اللي اتفق مع تيا انهم يتقابلوا فيه عشان ياخد بنته ويديها الشنطه، لكن تيا بتكون مصدومه لما بتلاقيه لوحده، بس مارتن بيوريها لايف لساشا بالشنطه وبيقول لها انه اول ما ياخد بنته ويمشي هيعرفها المكان. المهم مارتن بيحضن بنته وبيوعدها ان كل حاجه هتبقى تمام وكويسه، وبيدي ساشا العنوان، وبيركب اتنين من الحراس العربيه وبيروحوا يجيبوا ساشا، وواحد بس هو اللي بيفضل مع تيا. في الوقت ده ساشا بتضرب عليهم نار من ورا العربيه، وبنفهم ان دي خطه من ساشا ومارتن، وبيشتبكوا الاتنين مع بعض في ضرب نار قوي جدا لحد ما الطلق اللي مع ساشا بيخلص، ولما بيخرج بيتفاجئ ان تيا قدرت تمسك ساشا وبتهدده انها هتموتها، لكن ساشا بتقول له امشي وافضحهم بالملفات اللي معاك دي، وقبل ما بيعمل اي حاجه بيودع بنته وبياخد الشنطه وينزل وبيرمي الشنطه وبيرفع المسدس عشان يضرب عليها نار، لكن بيفتكر لما موت اولجا مراته بنفس الطريقه دي فما بيرضاش يضرب نار، لكن تيا مش بتستنى وبتضرب عليه نار على طول وبتديله طلقه في صدره، وبتطلع ليزا تجري عليه وهي بتعيط، وتيا بتقع ساشا في الارض عشان تموتها، لكن حد بيضرب عليها نار، وبتكون اللي ضربت عليها نار دي هي ليزا اللي خدت مسدس ابوها وعملت كده، وساشا بتجري وتنط في البحر، وليزا طبعا بتفضل قاعده وماسكه ايد ابوها وبتعيط. بعدها بنشوف ليزا وهي راكبه الباص ورايحه تزور ابوها في المستشفى اللي في السجن، وبنفهم من كلامهم ان ليزا الحكومه اخدتها وادتها لعيله تانية تتبناها، ومارتن بيسالها انت مبسوطه مع عيلتك الجديده دي ولا لا، وليزا بتقول له انها مبسوطه بس هي عايزه تفضل معاه هو، وبتساله بعدها على الطريقه اللي امها ماتت بيها، لكن مارتن بيرفض يجاوبها وبيقول لها انا مش عاوزك تكرهيني، لكن ليزا بتقول له انا خلاص عرفت كل حاجه بس برضه هفضل بحبك وهفضل فخوره بيك. بعدها بيحضنوا بعض وبيفضلوا يعيطوا هما الاثنين، وبعد كده بنشوف فوج وهو في الفندق بتاعه ومعاه ليزا، وليزا بتوري له نسخه من الملفات بتاعه الفيروس وبتعرفه انها مجرد نسخه، ولو عمل اي حاجه لابوها هتنشر الباقي على القنوات، وبتطلب منه يخرج ابوها عشان ما تفضحهمش. وبنعرف بعدها ان ساشا اتعاونت مع ليزا عشان يقدروا يخرجوا باباها من السجن، وبعدها بنشوف ساشا وهي طالعه في قناه بعد ما نشرت كل الملفات والبلد بقت في حاله فوضى. وبعد كل الاحداث دي بكام سنه بنشوف ليزا وهي راجعه من المدرسه وبتروح المطعم بتاع باباها وبيحضروا الاكل مع بعض، وبنعرف ان خلاص اخيرا ليزا بقى عندها الحياه اللي هي كانت بتتمناها، ده غير ان ساشا بتروح تزورهم، وبينتهي الفيلم نهايه سعيده جدا وكلهم متجمعين مع بعض. لو وصلت لهنا بقى يا صاحبي يبقى اكيد الملخص بتاعنا عجبك، ما تنساش بقى اللايك والاشتراك والحاجات الحلوه دي. يلا اشوفك في الملخص الجاي.